دودة الحرير بتبدأ ببيضة مدفونة في الأرض، تستخبى جوه شرنقة وتحمي نفسها وتكبر لغاية ما تبقى فراشة طايرة في السماء. أسرار مملكة الحرير اللي محدش يعرفها، خيانة وقتل ومؤامرات تشعل مملكة الحرير. النسخة المصرية من حريم السلطان، إنتاج تقيل وتصوير في 4 دول. مملكة بتتولد من رماد أبيل وهابيل. بداية سوداوية لمسلسل غريب كان ممكن يبقى جيم اوف ثرونز المصري، لكن اختار طريق كده الحريم. ملك كل عين بلون، عين سحر وعين شر، ومملكة بتنهار يوم الولادة. المسلسل بيبدأ براوي بيحكي عن قصة أبيل وهابيل، وإننا كلنا أحفاد القاتل، وده معناه إن الشر في دمنا. ومنها بنروح لعالم مملكة الحرير، مملكة خيالية فيها ملك عنده ولدين. الكبير عنده عين بلون مختلف عن التانية، وده بيخليهم يشكوا إن في حاجة سحرية فيه، أو إنه ملعون مثلا. ودي كانت حاجة منتشرة زمان، لما كان الناس يلاقوا حاجة مش فاهمينها كانوا بيعتبروها مسحورة ويفضلوا إنهم ينبذوها أو ينفوها بعيد عنهم. ولما تقدم العلم اكتشفنا إن اختلاف عيون الشخص بيكون سببه خلل جيني مش أكتر، وغالبا بيكون الموضوع طبيعي ومفهوش أي مشكلة صحية، وبيحصل بسبب توزيع الميلانين بشكل غير متساوي بين العينين، وإن في ناس كتير عندهم عين لونها مختلف عن التانية. وفي مشاهير كتير عندهم نفس الحالة دي، ومنهم هنري كافيل بطل سوبرمان. خلينا نرجع لحكايتنا. الملك ومراته بيبعدوا ابنهم وبيعتبروه مسحور، وبيصروا انهم يخلفوا ابن تاني عشان يحكم المملكة، لكنهم بيتقتلوا يوم ولادة ابنهم التاني، وبيتم تهريب الولدين. والمسلسل بيبدأ لما الاتنين دول بيتفرقوا عن بعض، واحد بيروح مع العبيد والتاني بيروح وسط القتلة والمجرمين، واختهم جليلة بتضطر تفضل في القصر. ومن هنا بيبدأ صراع العروش الحقيقي بين الولدين. الصراع في المسلسل بين الخير والشر، بس معقد شوية لأن الأخوين مش عارفين إنهم إخوات، وكل واحد فيهم في جهة مختلفة. وده ممكن يكون حلو لو المسلسل كان بيلعب على المنطقة دي زي جيم اوف ثرونز، لكن لا، مملكة الحرير خدنا في سكة تانية خالص، سكة حريم السلطان. يعني فجأة بقينا في جو مؤامرات وستات بيحاولوا يسيطروا على الحكم، ومين بيسمم مين، ومين خانت مين، وحمل مين من غير جواز، ومين عنده مشاكل في العلاقة الزوجية إلى آخره. يعني باختصار دخلنا في مود كده النسوان. ده غير إنه انتشر كلام كتير قبل عرضه عن إن المسلسل ده كان بيجهز كنسخة مصرية من حريم السلطان، بس على طريقة مصرية صميمة، ما فيهاش حريم بس فيها سلطنة. المنتج كان بيدور على مسلسل ملكي فيه فخامة وقصور وخيانات ودسائس وصراعات على الحكم، وكان فيه جلسات بين أكتر من سيناريست عشان يكتبوا حكاية مصرية شبه حريم السلطان، بس في بيئة القاهرة أو الصعيد. يعني بدل القصر العثماني يبقى قصر تاجر كبير أو أمير سابق. المسلسل كان ممكن ينجح أكتر بكتير لو بعد عن جو كده النسوان والتقليد الرخيص لحريم السلطان، وكان ممكن يبقى عندنا حاجة تشبه جيم اوف ثرونز. بس لا، سلكنا سكة تانية خالص. المسلسل بينتمي لنوع الفانتازيا التاريخية، يعني بيبقى فيه حاجات من التاريخ بس داخل عليها عناصر خيالية زي السحر، التنانين، الجن، النبوءات، حاجات كده مش واقعية. المكان والحقبة الزمنية ممكن يكونوا شبه العصور الوسطى أو الدولة العثمانية أو حتى مصر القديمة، بس الأحداث خيالية. من أشهر الأمثلة على النوع ده هو جيم اوف ثرونز، عشان كده ناس كتير قالت إن مملكة الحرير شبهه، لكن للأسف لا، هو مش شبهه خالص. الفانتازيا التاريخية بتدي حرية كبيرة للمبدع إنه يتخيل ويفكر بره الصندوق بدل ما يكون مقيد بالحقيقة أو الوثائق. كمان بتدي فرصة إننا نناقش قضايا حقيقية من خلال قصة خيالية. يعني مثلا ممكن ناخد حقبة معينة من التاريخ ونعكس فيها قضايا لسه عايشينها لحد النهاردة، ونسيب للمشاهد حرية إنه يربطها بالحاضر. وعلى فكرة المسلسل متصور في 4 دول مختلفة، يعني مش ديكورات وخلاص، لا، فعلا اتنقلوا وصوروا في أماكن حقيقية، وده باين في جودة الصورة والمشاهد. التصوير كمان كان ما بين القاهرة والفيوم ولبنان وتركيا. في مشاهد اتصورت في مواقع حقيقية كانت مقفولة بقالها سنين واتفتحت بتصريح مخصوص للمسلسل. الفريق كان بيشتغل في عز البرد وفي أماكن مكشوفة، وبعض المشاهد كانت محتاجة مشاعر عالية جدا وسط ظروف صعبة قوي. في لقاء خاص للنجم أحمد غزي فتح قلبه وكشف كواليس صعبة جدا من تصوير المسلسل، وقال بصراحة ده كان من أصعب الأعمال اللي اشتغلت فيها. مشهد واحد كنا بنصوره في 12 ساعة، والطقس كان قارس، وكنا بنلبس لبس صيفي وسط برد مش طبيعي. وفي مشاهد أكشن واضطرينا نعيدها 7 مرات بسبب مشاكل في الكاميرا أو حتى ظروف الإضاءة. كمان كان لازم نفضل محافظين على نفس الانفعال والمود، وده كان مرهق جدا. كل الأبطال والمخرج اتفقوا على كلمة واحدة: الورق. السيناريو المكتوب بإتقان كان السبب
الأساسي في إن كل واحد يعرف هو بيعمل إيه ورايح فين. المخرج كمان كان مهتم بأدق تفصيلة من اللبس للديكور لحركة الكاميرا، ده غير إن في كتير قالوا إن المسلسل مليان إسقاطات سياسية وكان ممكن يتمنع عرضه لولا ستر ربنا. وبكده أنا خلصت حكاية النهاردة عن مسلسل مملكة الحرير، وزي ما عودتكم وعودتوني شاركوني بآرائكم في التعليقات، واوعوا تنسوا تدعموني بلايك وتشتركوا معايا في القناة عشان تتفرجوا على كل الحكايات الجديدة اللي بقدمها لكم، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.